الله وبركاته. نتمنى من الله كلشي يكون مزيان وفرحان. كما شفتوا الفيديو اللي حطيت ديال الاخت فاطمه مسكينه تتبكي اللي تقاس في السرطان، دموع الحزن يرجعوا دموع الفرح دائما مع اخوكم يوسف الزروالي والمحسنين يوسف الزروالي. الحمد لله والشكر لله ورب العالمين، هو كلشي الحمد لله. اخت فاطمه اللي ساكنه في سيدي بابا مدينه مكناس، اللي عاونتها في 2016 رمضان 2016، اللي كان ولدها مسكين محروق وجات لعندي الحمد لله وقصدتني، وكنا تنقصدوا باب الله سبحانه وتعالى، وجمعنا لها واحد المبلغ د المال اللي رهنا لها به وداوينا لها بولدها وخلصت لها عام ذكرى ودرت لها اتات ديال المنزل الحمد لله. وهي دي تعتار، هي دي تقول كل شيء بفمها كما تشوفوا في الفيديو في الاخير. تنتفاجئ بان هاد الاخت هذه عاوتاني الفيديو ديالها تتحطوه في واحد القناه مولاي السلطان في اليوتيوب، انه مسكينه تقاس بالسرطان. واخا تكون عندك مال الدنيا ويقول لك الطبيب راك فيك السرطان، كون على يقين يدخلك الوسواس والنعاس يهرب عليك. عساك انسان ما عندوش باش يشري الدواء. قالت لها الدكتوره سير شري الدواء، هذه شهر ونص وما رقاتش باش تشريه. الحمد لله في ظرف ساعه ونص جمعنا لها 1,000,150 مليون ونص و1500 درهم. 1,005,000 درهم و1500 درهم. غادي نقول مني جاتني هاد الفلوس باش يوسف الزروالي ديما معروف بالمصداقيه. 5000 درهم عند العائله ديالي، ماشي يوسف الزروالي عند العائله ديالي في فرنسا. 5000 درهم عند واحد الاخت في المانيا مازال شابه. 5000 درهم عند اخت سعاد من هولندا، الله يشافي لك الوالده. 2500 درهم عطاتها زينب اللي في حي الحسني، و2500 درهم عطاتها الاخت فاطمه. 40,000 2000 درهم صيفطاتها واحد الاخت، صيفطات 2000 درهم و400 درهم. تنقول لكم حساب باش تعرفوا 2000 درهم و400 درهم. واحد الاخت سميره 2000 درهم عطيناها الاخت فاطمه، و400 درهم عطيناها لواحد الايتام مساكن. واحد الاخت ورده من فرنسا صيفطات 2000 درهم. هي الطوطال كامل اللي جمعنا هي 1,005,000 درهم و150 درهم. اللي عطاني شي حاجه الاخت فاطمه وما قلتوش عرف بانه يوسف الزروالي راه دا الفلوس لهاد السيده. اخوتي اللي تشوفوا الفيديو بالدلائل، الفيديو كان السيده تتبكي رجعات فرحانه الحمد لله. ولكن شكرا للمغاربه اللي في ظرف ساعه ونص جمعنا هذا المبلغ. اذا ربي سبحانه وتعالى راضي على هذه الاعمال اللي تيدير يوسف الزروالي. تنشكر كل واحد تيثق فيا. حاليا قريب نهود المغرب الاخت زينب اللي ساكنه في حي الحسني اللي كنا جمعنا لها 5 مليون ونص. الاخت اللي في هولندا زادتها 2500 درهم، دابا ولات عندها 5 مليون و5000 درهم و2500 درهم. ان شاء الله غادي نهود، غادي نخرجها من ديك البراكه وديك الوليدات وغادي نرهلها وغادي نقاد لها داكشي جميل جدا. الاخت اللي ساكنه في سيدي مومن اللي عايشه مسكينه مع الطبات في سيدي مومن، اللي بغى يمشي يشوفها المهم محجوبه 13 مليون. المسجد جمعت له حاليا 13 مليون و500 درهم. وهذا هو اللي كاين اخوتي. وغدا ان شاء الله غادي ندير لكم واحد المسابقه ديال السبرديلات، اللي بغى اللي غادي يربح والله ما تكون لا وجهيات لا والو، اللي يربح اي سهل يديها. خوتي المغاربه نخليكم مع الفيديو وتنحبكم وتنموت عليكم. ودائما شعارنا الله الوطن الملك، الله ثم الوطن ثم الملك. وعاش الشعب المغربي من طنجة للقويره. وسمحوا لي راه اللي ما تنجاوبوش في الواتساب راه تيجيني ميساجات بزاف وما يكفيها غير الله سبحانه وتعالى. وتنتمنى الله نكون دائما في حسن الظن ديالكم. وعاش الملك الغالي والله يبارك في عمر سيدي.